السلام عليكم. سؤال صعب بيدور في عقل كل بني آدم. ليه ربنا خلق الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ ليه الأطفال بيموتوا؟ ليه في ناس كتير بتتظلم؟ الجواب سهل جدا، وهستدل بقصة عظيمة موجودة في القرآن بتجاوب على كل الأسئلة دي، وهي القصة الموجودة في سورة الكهف، واللي هي قصة سيدنا موسى عليه السلام والعبد الصالح، واللي هو اسمه الخضر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمرك فكرت ليه سيدنا موسى عليه السلام كان مصر جدا إنه يوصل للمكان اللي هيقابل فيه سيدنا الخضر؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وليه سيدنا موسى بالذات من كل الأنبياء والرسل اللي هو قدر له إنه يقابل سيدنا الخضر الأكثر علما ورحمة؟ لأنه كان عايز يتعلم منه. يتعلم إيه؟ يتعلم علم غير اللي احنا عارفينه خالص، واللي هو قايم على الأسباب، ولا حتى العلم اللي بيجينا من وحي الأنبياء، فهو نبي وربنا بيوحي له، لكن علم تاني خالص، علم من نوع مختلف، علم غامض، علم مغطي بستاير سميكة جدا، واللي هو علم القدر الأعلى، زي المكان والزمان اللي حصلت فيه القصة. فسيدنا موسى ما كانش عارف هيقابل الخضر فين ولا في أي وقت، حتى اسم الشخص اللي هو هيقابله ما كانش عارف اسمه حتى، عبدا من عبادنا. فلقاهم ده كان استثنائي جدا، لأنه بيجاوب على السؤال الصعب اللي قلناه، واللي هو بشكل عام ازاي القدر بيشتغل. ففي بعض الناس بتقول انه العبد الصالح ده كان تجسيد للقدر المتكلم زي ما بيكون بيرشدني. فلما سيدنا موسى قابله قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالعبد الصالح او سيدنا الخضر رد عليه وقال له: لئنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال له: مش هتقدر تصبر. طب ليه؟ لان فهم اقدار ربنا فوق قدرة عقل اي بشري، ومش هيقدر يصبر على التناقضات اللي هيشوفها. سيدنا موسى رد عليه بكل فضول وحماس البشر وقال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومن هنا بتبدأ أهم رحلة، واللي هي بتوضح لنا إزاي القدر بيشتغل. فأول حاجة ركبوا في السفينة بتاعت المساكين، فالخضر راح ثاقب السفينة، يعني عمل فيها فجوة. فتخيل بقى المعاناة الرهيبة اللي حصلت للمساكين وهم في السفينة بتاعتهم، معاناة وألم ورعب وخوف. وهنا سيدنا موسى البشر اللي بيشبهني قال له: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. سيدنا موسى عاتب القدر وقال له: ليه الشر دي؟ زي ما بنعمل نحن دايما. ليه حصل كده؟ ليه ربنا خلانا نتبهدل كده؟ يا رب ليه ده كله بيحصل لي؟ وغيرها وغيرها من الأسئلة اللي بنقولها زي كده. فالخضر رد عليه وقال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني مش قلت لك انك مش هتقدر تفهم اقدار ربنا؟ سيدنا موسى اعتذر منه وقال له: ما تاخذنيش باللي نسيته، ووعده انه هيصبر. فكملوا في ضايقهم. بعد كده الخضر اللي وصفه ربنا بالرحمه قبل العلم راح قتله الغلام. فسيدنا موسى غضب اكتر وقال له بلهجه اشد من اللي فاتت: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. امره تحولت الى نكره. والكلام ده صدر من نبي ربنا بينزل له الوحي، لكنه هو بشر زيني، فهو مش قادر يفهم ليه الغلام اتكتل. وده طبيعي، لاننا كلنا كبشر دايما بنسال نفسنا نفس الاسئله. فالخضر رد عليه تاني وقال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. انا مش قلت لك انك مش هتقدر تفهم وتصبر؟ فسيدنا موسى قال له: خلاص، لو سالتك على اي حاجه تاني فارقني وما تصاحبنيش. فكملوا في طريقهم تاني لحد ما وصلوا قريه، فطلبوا من اهلها اطعامهم، يعني طلبوا منهم اكل، فامتنعوا عن اطعامهم، يعني رفضوا. فتصرفهم دي كان لئيم وغير لائق. فلقوا في القريه دي جدار مائل وعلى وشك انه يوقع ويتهدم. فالخضر راح مصلحه وعدل ميله فبقي مستقيم. فسيدنا موسى قال له: لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يعني المفروض ما كنتش صلحت جدار القريه اللئيمه دي، والمفروض تاخد اجرك منهم. فالخضر قال له: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني خلاص على كده، اسئلتك لي واعتراضك على اللي عملته المره الثالثه هيكون سبب الفراق بيني وبينك، فلن تصاحبني بعد الان. واقول لك قبل ما افارقك ليه عملت الافعال دي اللي ما قدرتش تصبر عنها لغايه لما اقول لك حقيقتي. ودي اهم لحظه عشان بنفهم فيها حكمه ربنا اللي احنا كبشر ما نقدرش نستوعبها بالكامل. فالشر النسبي.
يعني اللي احنا شايفينه شر ممكن يبقى خير في النهاية، وفهمنا عنه احنا كبشر محدود وما نقدرش نشوف الصورة كاملة. وبعد ما قال له ليه عملت الافعال دي، بنفهم انه القدر 3 انواع. واحد، شر بتظنه شر ويطلع خير وربنا بيكشفه ليك، زي ما حصل مع المساكين في السفينة اللي كان شر ليهم لكن طلع خير في النهاية، لأن المساكين دول كانوا بيسترزقوا بالسفينة بتاعتهم في البحر، والخضر خرقها عشان يخلي فيها عيب، لأن كان في قدامهم ملك ظالم بيستولي على كل سفينة صالحة غصب. والنوع ده بنشوفه كتير جدا في حياتي وفي أمثلة كتير عليه. اتنين، شر بتظنه شر لكنه في الحقيقة خير، بس هنا ربنا مش بيكشفه ليك أبدا، فبتعيش عمرك كله وأنت بتظنه شر، زي اللي حصل مع أم الغلام. هل عرفت الحقيقي؟ هل قال لها الخير؟ الجواب طبعا لا، فأكيد قلبها انفطر وقعدت ليالي طويلة حزينة على ابنه اللي ربته سنين عشان يجي راجل غريب يقتله ويمشي. وأكيد هي ما تعرفش أبدا إنه الطفل الثاني كان تعويض للأول، وإن الأول كان هيكون سيء وطاغي. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنا هنا قدام شر مستطيل حصل للأم وما عرفتش تفسره أبدا، مش هتقدر تفهم أبدا حقيقة اللي حصل لحد يوم القيامة. 3، شر بيصرف ربنا عنك من غير ما تعرف لطفه الخفي، يعني الخير اللي ربنا بيديهولك من غير ما تعرف ولا تشوفه، زي ما حصل مع اليتامى أبناء الرجل الصالح اللي حمى كنزهم بالجدار من غير ما يعرف. فهل عرفوا إنه الجدار كان هيتهدم؟ وهل عرفوا إنه ربنا أرسل ليهم حد يبنيه؟ هل شافوا لطف الله الخفي؟ الجواب طبعا لا. فتعالى كده نرجع لكلام الخضر لما قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني ايه؟ يعني لازم تفهم انك كإنسان مش هتقدر تستوعب وتفهم اقدار ربنا، فالصورة اكبر من عقلك، فاستعين بلطفه خفي عشان تصبر على اقداره، وثق في ربك انه كل حاجة بتحصل هي خير. ولو وصلت لمرحلة انك تكون راضي ومتقبل اقدار ربنا بدون ما تفهمه، هيكون وصلت لاعلى درجات الايمان والطمأنينة، وهتكون من الناس اللي ربنا قال عنهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لاحظ هنا انه ما ذكرش لنفس المطمئنه حساب ولا عذاب، فخليك دايما من الناس اللي بتحسن الظن بربنا وبتقبل اقداره برضا ويقين ان كل حاجه في النهايه لصالحك. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك ويرضون بكل قدر كتبته لنا. السلام عليكم.